السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل الجبنة الفيتا او الجبنة العلب زي اللي بنشتريها من بره، هنعملها احلى كمان من اللي بنشتريها برتل واحد من الحليب. هنعمل الجبنة اللي حضراتكم شايفينها دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ويلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا حلة هجيب فيها رتل من الحليب وهنفضيه بالشكل ده، ولازم نجيب الحليب بتاعنا يبقى كامل الدسم علشان تضمني انه يدينا احلى طعم للجبنة. هنفضي كمية الحليب كلها، وعلشان تعرفي اللبن بتاعك او الحليب لازم تحطي فيه المعلقة كده، واول ما تطلع المعلقة فيها لبن تعرفي ان اللبن بتاعنا كويس ومش مغشوش. هسيب اللبن على النار، واول ما يبتدي يغلي هنجيب المكون بتاعنا اللي هيخليه يتجبن يعني في 10 دقايق بس، مش هنحتاج بقى نركنه ليلة كاملة او اي حاجة. هنحط معلقتين كبار من الخل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهقلب كويس. اللبن بتاعنا كده خلاص بقى جبنة وبقى جاهز. هنطفي عليه النار ونسيبه دقيقتين 3، وبعد كده نجيب مصفى ونحطها على طبق، ونحط في المصفى دي شاشة لو موجود عندنا شاشة او طرحة تكونوا حضراتكم مش بتستعملوها. هنحط الشاشة بتاعتنا على المصفى بالشكل ده، وهنبتدي ننزل بقى كمية الجبنة بتاعتنا. كده الجبنة بتاعتنا فصلت من الشرش بتاعها وبقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. علشان نحولها الجبنة زي اللي بنشتريها زي العلب، هنبتدي ناخد كمية الجبنة دي وناخد الشرش بتاعنا، نركن الشرش على جنب بالشكل ده، وناخد كمية الجبنة افضيها في بولة زي ما حضراتكم شايفين، وضفت عليها نص معلقة من الملح، وجبت ربع كوباية من الشرش هضيف عليه نص معلقة من ملح الليمون ونص معلقة من البيكنج باودر، وهقلب كويس جدا وهنفضيهم على الجبنة. ملح الليمون هيبقى عندي زي مادة حافظة، والبيكنج باودر بيخلي الجبنة بتاعتنا ناعمة وبيخلي قوامها حلو جدا. وكمان ضفت معلقة كبيرة من الزبدة، ممكن نستبدلها بمعلقة سمنة او معلقتين زيت. المهم ان احنا نضيف اي مادة دهنية بحيث ان الجبنة بتاعتنا تبقى زي العلب اللي بنشتريها من بره، وهيبقى طعمها كمان اجمل واحلى بكتير، لان احنا بنضيف مادة دهنية مضمونة ومش مضرة زي اللي بنجيبها من بره. وهنبتدي بقى نضرب فيها زي ما حضراتكم شايفين، واول ما تنعم معانا خالص بالشكل ده هنبتدي بقى نوقف ضرب، مش هنزود شرش تاني علشان ما تبقاش خفيفة معانا. وهنجيب بقى علبة تلاجة او علبة لبن زي ما حضراتكم شايفين. انا جبت علبة لبن وقصيتها بالشكل ده، وهنزل فيها كمية الجبنة اللي عملناها مع بعض علشان تمسك نفسها ونعرف نعرف تبقى حلوة معانا كده. لازم نسيبها ليلة كاملة في التلاجة، نسيبها ليلة كاملة في التلاجة وبعدين نخرجها. بس انا سبتها ساعتين بس في التلاجة، وبعد كده خرجتها زي ما حضراتكم شايفين. وهبتدي اقص العلبة بحيث ان احنا نخرج كمية الجبنة بتاعتنا. بصوا ما شاء الله الجبنة حلوة جدا. هبتدي كده افضيها في الطبق وبقت بالشكل ده. بصوا ما شاء الله الجبنة هي محتاجة بس ان هي تتساب ليلة كاملة في التلاجة علشان تمسك نفسها وتبقى جميلة جدا. وعملنا احلى واجمل وانضف جبنة بدون نشا وبدون دقيق وبدون اي اضافات. عملنا جبنة حلوة جدا زي العلب اللي بنجيبها من بره، واحلى كمان، وطعمها حلو جدا جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. واحلى واجمل جبنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.